بهدفين لصفر، نتيجة لم تخول له إحراز اللقب بعد فوز الفتح على المولودية. وسجل هدفي الفريق الأحمر كل من عبد اللطيف نصير في الدقيقة 9 وحمزة الوسطي في حدود الدقيقة 82. وبهذه النتيجة ينهي الوداد الموسم في المركز الثاني الذي يمكنه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. وليكن في ميل مشاهدينا التصريحات التي أعقبت المباراة. Oui, on a raté le titre, mais bon, c'était pas nous seulement qui avions voulu le titre. Au dernier moment, on l'a raté. C'est ça le problème, ça tombait avec les fatigues. On n'avait plus le temps de se réveiller encore. Ça restait 3 journées, donc c'est comme ça le football. On va pas baisser les bras et on va continuer à travailler. تنبغي نشكر اللاعبين على هذا الموسم هذا اللي قدموا هذه الروح القتاليه. اليوم كنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي خصنا نفوزوا ونتسناو المقابله ديال فريق الفتح الرباطي ونحققوا اللقب 19 لهاد الجماهير الوداديه اللي ساندتنا طيله الموسم. كانوا عندنا بعض الصعوبات اللي ما تلعبوش في الملعب، يعني في الدار البيضاء كل مره تلعبوا في شي ملعب، ولكن ان شاء الله نحاولوا نساو هاد السنه هذه ونفكروا ان شاء الله في السنه الجايه اللي باقي تابعنا ان شاء الله عصبه الابطال ان شاء الله، ومازال عندنا كاس العرش ان شاء الله. تنطلبوا المسامحه من الجماهير هذه ان شاء الله ونفكروا في باقي اللي جاي ان شاء الله باقي الدورات. في مباراة